اخر اخبار نادي الزمالك النهارده. نعمل اكسبلور وتعال نشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي النهارده في نادي الزمالك. النهارده الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك او تحديدا اللعيبه اللي ما بتلعبش اساسيين لعبوا مباراه وديه امام نادي مدينه نصر. المباراه انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف. لعب المباراه بتشكيل كده ميكس. الشوط الاولاني بدا بمحمد صبحي في حراسه المرمى، محمد عاطف، محمود حمدي الونش بيعود، مصطفى الزناري واحمد محمود ناحيه اليمين، سيف جعفر وزياد كمال ومحمد حمدي في وسط الملعب، محمد حمد من ناشئين النادي وعمر فرج ومهاب ياسر في خط الهجوم. الشوط الثاني بدأ بتشكيل مختلف تماما. محمود الشناوي في حراسة المرمى، وجيفرسون كوستا وابو المعاطي ومحمد عاطف في خط الدفاع، يوسف وائل الفرنسي وسيف جعفر في نص الملعب، مهاب ياسر وحازم أسامة، حسام أشرف وعمر فرج. وفي الشوط ده أحرز حسام أشرف في الدقيقة حوالي 82 هدف فوز الزمالك في المباراة. مكاسب المباراة عودة الونش أحد كباتن النادي، لعيب مهم، مكسب كبير جدا لدفاع الزمالك. مكسب كبير ليه وعودته في وقت مفيد ووقت مهم. إصابة حمزة المسلوسي في المباراة الماضية أول امبارح أو امبارح تحديدا هيغيب عن الزمالك لفترة. دخل كده مع عواد وعنده كدمة قوية جدا في الضلوع. الموضوع هيطول وغالبا مش هيلعب مباراة المحلة، فالمسلوسي مش هيبقى موجود معاك في مباراة المحلة، فعودة الونش راجع في وقت مثالي. لعب شوط اول من المباراه الوديه، وان شاء الله قد يكون ايضا في قائمه مباراه المحله. الله اعلم هيبدا اساسي ولا لا، ولكن هيبقى موجود في القائمه باذن الله. عوده حميده يونش ان شاء الله تبقى اخر الغيابات عن نادي الزمالك باذن الله. اشرف بيجيب جون، بيشتغل كويس، ان الاوان يلعب اساسي، يديله فرصته زي ما الجزيري خد فرصه كبيره جدا. حسام اشرف ايضا يستحق فرصه كبيره ويلعب اساسي شويه، نشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي الفتره اللي جايه. سيف جعفر يعتبر لعب المباراه بالكامل. اعتقد سيف جعفر لو اديته الفرص اللي بياخدها زياد كمال مثلا هيبقى افيد بكتير جدا جدا جدا. اتمنى جوزيه جوميز يعيد تفكيره في حاجات كتير كده يعني. ضمن اللعيبه ايضا اللي لعبت المباراه شبه بالكامل هو محمد عاطف، اللي يستحق فرصه كبيره. الفرصه اللي بياخدها مش هلاك وغيره يستحق محمد عاطف فرصه، لانه لعيب كويس وعنده موهبه، ولعيب لو لعب وخد وقت لعب هيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك، لانه لعيب كويس جدا جدا. برضه اتمنى مستر جوزيه جوميز يعيد تفكيره في حاجات كتير. بما اننا بنتكلم عن نادي الزمالك، فالنهارده ذكرى ميلاد او عيد ميلاد الكابتن حماده امام رحمه الله عليه، احد صانعي شعبيه نادي الزمالك. موهبه كبيره، امام الموهوبين. ابنه طبعا الكابتن حازم امام. كابتن حماده امام واحد من اللي صنعوا شعبيه نادي الزمالك عبر التاريخ. كان لعيب كبير واداري محترم، وكان مذيع رائع جدا. مذيع كان زملكاوي. لما كان بيذيع ماتشات الاهلي، يعني ماتش الاهلي وصفاقس اللي جابه ابو تريكه جون، كان هو اللي بيذيع، تحسك ان الراجل فير 100%، عكس اللي بنشوفه من العك وقرف اللي بنشوفه اليومين دول. فرحمه الله على الكابتن الكبير حماده امام، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنه يا رب العالمين. واحد من رموز نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك الكبار جدا جدا الكابتن حماده امام. شكرا لكم.